مرحبا بكم متتبعي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الكيك بالفواكه الجافه والكراميل. كيجي رائع ولذيذ وكيجي طري من الداخل. كنتمنى كاملين تتبعوا معايا المراحل والطريقه ديال التحضير. والا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه كنتمنى ما تبخلوش عليا وديروا جيم وديروا ابوني باش تتابعوني دائما ويوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. كيف ما كيبان لكم هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو باش نحضروا الكيك ديالنا. اول حاجه غادي نحتاجوها 3 الحبات ديال البيض اللي غادي يكون كامل، وغادي نحتاجو واحد الكاس ديال التمر ولا ممكن نقولوا معجون التمر، وغادي نحتاجو واحد الكاس ديال الفواكه الجافه اللي غادي يكون كاوكاو ولا اللوز ولا الكركاع على حسب المتوفر عندكم، ومن الاحسن يكون مهرمش. وغادي نحتاجو واحد الكاس ديال الحليب، وغادي نحتاجو سكر فاني، وثلاثه الحبات ديال ولا 3 الاكياس ديال خميره الحلويات، ومعلقه ديال القرفه. غادي نحتاجو كاس ديال السكر سنيده، شويه ديال الملح، الدقيق غادي يكون حسب الخليط، كاس ديال الزيت النباتي. وهذاك الكاس هو باش غادي نعبروا السكر وغادي نعبروا به الحليب وغادي نعبروا به الفواكه الجافه وغادي نعبروا به التمر، وغادي نديروا واحد الكاس ديال الكوك ولا جوز الهند. بنفس الكاس غادي نعبروا المكونات ديالنا كاملين. هنايا غادي نحطوا 3 الحبات ديال البيض، وغادي نحطوا واحد القبصه ديال الملح. غادي نوضعوا كاس ديال الزيت. غادي نحتاجوا كيس ديال الفاني، ممكن تستبدلوها بالفانيلا السائله، كاس ديال العنبه ديال السكر. غادي نطربوا المكونات ديالنا حتى غادي نحصلوا على واحد الكريمه اللي تكون خفيفه. ما تخليوش ما تطربوش بزاف البيض ديالكم، هكذا ما غاديش يولي لكم بحال الرغوه. غادي نضيفوا كاس ديال الحليب، غادي نضيفوا كاس ديال جوز الهند ولا الكوك، غادي نضيفوا ملعقه ديال القرفه، كاس ديال الفواكه الجافه كيف ما قلت لكم، اللوز الكركاع على حسب المتوفر عندكم في البيت ديالكم. هنا غادي نحتاجوا معجون التمر، وغادي نطربوا المكونات ديالنا مع بعضياتهم. هنايا ضفت واحد الكميه ديال الدقيق، غادي نطربوا المكونات حتى غادي يندمجوا مع بعضياتهم. كيف ما قلت لكم انايا ما غاديش نقول لكم العبار ديال الدقيق، لانه البيض كيختلف الحجم ديالو، داكشي علاش الدقيق غادي يكون على حساب الخليط. هنايا ضفت الدقيق وضفت الخميره د الحلويات 3 الاكياس ديال الخميره من فئه 8 غرام. ومن بعد غادي نحاولوا نطربوا الخليط ديالنا حتى غادي يتجانس مع بعضياته. في الاول كنحاولوا نخلطوه شويه هكذا، ملي تكونوا كتطربوا ما غاديش يطير لكم داك الدقيق. كنتمنى تكونوا فهمتوا المراحل كاملين، بطبيعه الحال اللي ما فهمتش شي حاجه تقدر تكتبها لي في التعاليق ومن بعد غادي نرد عليها. غادي نطربوا الخليط ديالنا حتى غادي يتجانس مع بعضياته. واخا كتبان لكم العجينه بحال يابسه، ولكن ما تنساوش بلا فيها واحد الكميه ديال جوز الهند ولا الكوك، ومن طبيعه الحال فيها الفواكه الجافه والتمر، كلهما كيعطيو الطراوه للكيك ديالنا. وما فيهش كميه كبيره ديال الدقيق.
من بعد ما غادي نطربوا الخليط ديالنا على هذا الشكل، غادي نوريكم دابا القوام اللي غادي تحصلوا عليه. هذا هو القوام اللي غادي نحصلوا عليه في الكيك ديالنا. من بعد ما طربنا الخليط ديال الكيك غادي ناخدو واحد المول اللي غادي يدخل الفرن. غادي ناخدو غادي ندهنوه بواحد شويه ديال الزبده ولا الزيت، ومن بعد غادي نرشوه واحد رشه خفيفه من الدقيق، وغادي نوضعوا عليه الخليط ديالنا، ومن بعد غادي ندخلوه للفرن حتى غادي يتحمر، ونرجعوا باش نشوفوا الشكل ديالو النهائي. من بعد ما خرجنا الكيك ديالنا من الفرن كيف ما كيبان لكم، سقيناه بالكراميل وزيناه بهذا الجوز ولا الكركاع، ودرنا خطوط ديال الشوكولاته السوداء من الفوق. من طبيعه الحال اللي بغات الطريقه ديال الكراميل غادي تسناني في الفيديو القادم ان شاء الله، غادي نحط لكم الطريقه ديال الكراميل اللي تبعت، وغادي نحط لكم الوصفه. كنتمنى اللي عجبته الطريقه ديال اليوم ولا اللي عجبو الكيك ديال اليوم يكتبوا لي في التعاليق. كيف ما كيبان لكم الشكل ديالو كيجي رائع وكيشهي، وصدقوني كيجي ناجح وطري من الداخل. وكيف ما كيبان لكم كل هي كانت وصفات ولا مقادير اللي مضبوطه ومتوفره في كل بيت. وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تبخلوش عليا وديروا جيم وديروا ابوني، وما تنسوش تفعيل الجرس، هكذا غادي يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي. وهذا الكيك ديالنا من بعد ما قطعناه كيجي واحد الكيك اللي رطب وخفيف. وكنتمنى ترجعوا للقناه، فيها الكثير من الوصفات اللي غادي تستافدوا منهم وغادي ينفعوكم، كلها وصفات ناجحه ومجربه باذن الله. وصلت معكم نهايه الفيديو، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في وصفات مقبله، وانتظروا دائما الجديد ديالي، وبسلام وصفه اخرى ان شاء الله.